مساء الخير عليكم من مطبخ أسيل، وإن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض فيديو جديد. وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من فيديوهات مطبخ أسيل. إن شاء الله النهاردة هنعمل كيكة بطريقة مبسطة جدا وسهلة، أي حد مبتدئ يقدر يخش المطبخ يعملها. معايا النهاردة نص فنجان من الزيت، معايا بيكنج صودا، معايا معلقة بيكنج باودر، معايا كيس فانيليا، معايا باكيت قهوة مذوبة، معايا 3 معالق من الكاكاو، معايا حبة بيض، كوباية صغيرة سكر بودرة. ونبتدي مع بعض المقادير بتاعتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بولة، البولة بتاعتي ديت هحط فيها كوباية ونص من الدقيق، كوباية ممسوحة عشان تبقى مقاديرنا مظبوطة. ادي الكوباية وادي النص. الكيكة بتاعتنا دي تقدروا تعملوها في اي قالب عندكم، قالب مدور مربع، اي قالب تقدروا تعملوا فيه. وهنبتدي بقى ان احنا نحط الدقيق بتاعنا ده على جنب، مش هنحتاجه. وهننزل بالثلاث معالق من الكاكاو الخام بتاعي، وهبتدي ان انا ادوب الحاجة دي مع بعض، الكاكاو وهبتدي بقى ان انا احط البيكنج صودا والبيكنج باودر، وهبتدي ان انا اخلط الحاجات الجافة مع بعضها، اللي هو الدقيق وثلاث معالق من الكاكاو الخام والبيكنج صودا والبيكنج باودر، وقلبتهم بالشكل دوت مع بعض. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط كوباية السكر البودرة، كوباية صغيرة زي ما انتوا شايفين مقاسها. وهبتدي ان انا احط الزيت واضيف البضاية بتاعتي واخلطهم كويس. وبعدين هنزل بكوباية اللبن، نفضل نخلط كويس مع بعض. كيكايه يا جماعة سهلة سهولة، واول ما نلاقيها بقت بالشكل دوت، شايفين السمك بتاعها. انا مسخنة في الكاتل بتاعي مية، هبتدي ان انا اضيف كوباية من المية. المية لازم تبقى مغلية. وهبتدي ان انا اضيف كوباية المية المغلية دي على الخليط بتاعي واقلب كويس. دي هتخليلكوا كوباية المية المغلية دي هتخليلكوا الخليط بتاعكوا الكيكة تبقى طعمها عامل زي الهوهوس كده والكوينكز، الكيكات دي. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب بسرعة. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا احط باكيت القهوة بتاعي سريع الذوبان، وهحط باكيت الفانيليا، طبعا اكيد اللي بيتفرج عليا بيسأل نفسه اما القشطة دي هتحطيها امتى. القشطة ديت انا حاطه لها
باكت شوكولاتة في التلاجة سايباه بس يجمد عشان اعرف اشتغل بيه. والقشطة دي والشوكولاتة هيتحطوا على وش الكيكة بتاعتنا. وطبعا انا مسخنة الفرن بتاعي، يعني وانا شغالة معاكم كده دلوقتي انا سايبة الفرن بتاعي يسخن. وبعد ما الخليط بتاعي تماسك كده كويس، شايفين الشكل؟ شايفين الجمال ده؟ ما يبقاش بقى الخليط بتاعي في اي تكتلات او اي حاجة. هضيف كمان حبة مية صغيرين من المغلية دي، انت بالقيمة كده. يعني انا بحط جنبي كوباية بالشكل ده من المية المغلية، وافضل اقلب في الخليط بتاعي لغاية ما انا كده بالنظر الاقيه بقى كويس. بس كده تمام اهو. هبتدي بقى ان انا اشيل الحاجة اللي جنبي دي خالص. وما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على مطبخ اصيل اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد. هجيب القالب بتاعي الجميل ده، انا اخترت القالب المدور ده عشان هيديني شكل حلو. ومعايا قالب زبدة صغير. هبتدي بقى بقالب الزبدة الصغير ده ان انا امسح بيه الجنوب بالشكل ده. انا عندي فرشة بعمل بيها، بس كل الموضوع ان انا لو عملت بالفرشة قطعة الزبدة دي هلاقيها دخلت في الفرشة مش هتبان يعني بمعنى اصح. بالشكل دوت. وزي ما انتوا شايفين كيكة بسيطة وسهلة ومقاديرها بسيطة، يعني كيكة هتعمليها في منتهى الجمال وبحبة بيض واحدة. والكيكة هنحطها في الفرن 25 دقيقة بس، مش اكتر من كده، عشان لو سيبناها اكتر من كده هتشقق معانا. شايفين الجمال؟ خليط ممتاز ما شاء الله. ربنا كده يحسن ما بين ايدينا يا جماعة وما بين ايديكم ان شاء الله. تدخلوا بس كده المطبخ وتسموا وان شاء الله حاجتكم تطلع زي الفل بالشكل ده. دخلها الفرن 25 دقيقة، دخلها ونيجي نعمل مع بعض الخليط بتاعنا. تاني حاجة بقى هبتدي ان انا اعملها معاكم بعد ما دخلت القالب البايركس بتاعي الفرن. معايا شوكولاتة طبخ، تقدروا بقى انتوا تحطوا اي نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه، شوكولاتة دارك، شوكولاتة بالحليب زي ديت، اي نوع شوكولاتة. اول حاجة هعملها، ممكن برضو تقدروا ان انتوا تدوبوها على النار، لكن انا هضيفها في البولة الصغيرة بتاعتي دي وهدخلها الميكرويف. وهضيف معاها 100 جرام من الشوكولاتة. القالب ده بتاعي 200 جرام، يعني هناخد نص بالظبط. نص ده بقى هيطلع معانا قد ايه هقول لكم، عشان برضو تبقوا عارفين المقادير. وبرضو هحط لكم في صندوق الوصف 4 مكعبات من الشوكولاتة بالشكل ده. نبتدي بقى ان احنا ايه نكسرها بالشكل دوت. علشان تبقى سهلة معانا في الميكرويف طارت. هندوبها بقى مع بعض، ندخلها الميكرويف تدوب على ما القالب بتاعنا يطلع بالشكل دوت.
بقت معانا بالشكل ده. هندخلها الميكروويف. وتقدروا برضو ممكن تحطوها في اي حاجة، استانلس، ألمونيا، اي حاجة يعني تتحط على النار، وتقدروا ان انتوا تدوبوها كده اهوت. بس لازم المعلقة كده وايديكوا تبقى فيها. واللي عنده ميكروويف يحطها على 30 ثانية، هتلاقيها اتعملت على طول ودابت وبقت في منتهى الجمال. ادخلها معاكم الميكروويف وتعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي. وادي بقى الصينية بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. مش قادرة اقول لكم بجد على الريحة والطراوة، في منتهى الجمال، تأكني فعلا قدامي كيكة هوهوز. وادي صوص الشوكولاتة بتاعنا بعد ما طلعته من الميكروويف. فاللي عنده ميكروويف الموضوع هيبقى سهل، اللي مش عنده ميكروويف زي ما قلت لكم هتحطوها على النار. ودلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نضيف صوص الشوكولاتة عليها على طول، مش هنستنى اي حاجة. ولو حبينا بقى ندلع الصينية بتاعتنا الجميلة دي، ممكن نحط بشر شوكولاتة، ممكن نحط مكسرات لو عندنا، نحط فرماسيه، اي حاجة اي حاجة اي حاجة نزوق بيها الصينية بتاعتنا. طبعا الصينية بتاعتي سخنة، وبحط عليها الصوص وهو سخن على طول، مش بستنى. وبعد بقى ما ضفنا صوص الشوكولاتة بتاعنا فظيع. بصوا القالب بتاعي، والله يا جماعة والله فعلا قسما بالله مش عشان انا اللي عاملاها، يعني انا دقت من صوص الشوكولاتة طلعت تحفة، طعمها حلو قوي. دلوقتي بقى هجيب شوكولاتة، وابتدي بقى ان انا ايه ابشر الشوكولاتة ديت. ان انا ولا عندي مكسرات ولا عندي فورماسيه، وزي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا عليها اي حاجة. فانا هضيف عليها شوية من بشر الشوكولاتة. الشوكولاتة طبعا عشان تقدروا تعملوا بيها الحركة دي لازم تبقى ساقعة. وتقدروا برضو بعد ما تحطوها في التلاجة تسقع تعملوا الموضوع ده. نبصوا كده عشان هي لسه دافية، الشوكولاتة مش هتبقى باينة او مش تبقى ملحوظة. لكن لو حطيتوها في التلاجة تسقع شوية وبعدين تحطوها، بتهيألي ان هي هتبقى ملحوظة اكتر. بس هو كده برضو هيبقى باين، بس مش قوي. بس انا برضو ايه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ندخلها ونرجع نطلعها تاني. وبرضو ايه بيتهيألي لحظة هشوف مكسرات. بصوا لقيت حبة مكسرات صغنطتين خالص، برضو نقدر ان احنا نضيفهم كده بشكل عشوائي كده. ده عين جمل على بندق، انا كنت مكسراه عشان رز بلبن يعني، وده كان بقيته. دولت شوية صغنطتين لقيتهم في التلاجة. شايفين شكل القالب بتاعنا؟ ايه رأيكم؟ وعايزه اقول لكم ان انا اصلا عملت القالب ده علشان انا مبسوطه جدا ان انا جالي جواب البين كود بتاعي جه. الجواب الحمد لله جه، وهقدر بعد كده ان انا يبقى لي ربح من يوتيوب. فمش قادره اقول لكم بصراحه انا قد ايه سعيده ومبسوطه. وطبعا ده يجي كله طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضلكم، بفضل اللايك والشير. ومش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، ومش لاقيه كلام ان انا اوصفه او اقوله. فيا رب يكون القالب بتاعي عجبكم، قالب الكيكه السريعه ديت.
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من فيديوهات مطبخ أسيل. مع السلامة.